هل في مرة حسيت إنك كنت طيب مع الناس ومع ذلك تم استغلالك؟ هل سألت نفسك ليه الطيبة ما بتجيبش احترام؟ في الفيديو ده هنفهم السبب الحقيقي، وهنشوف إزاي ممكن تكون طيب وتخلي الناس تحترمك. أول حقيقة لازم تعرفها، الناس بتربي أولادها تقولهم خليك مؤدب، خليك طيب، ما تزعقش، ما تكسفش حد. لكن عمرك شفت حد قال لابنه خليك طيب بحدود؟ اللي بيحصل ايه؟ بتكبر وانت شايل انك لازم ترضي كل الناس، ما تزعلش حد، تقول حاضر حتى لو متضايق، تسامح اللي بيقلل منك وتبرر وتتنازل وتعتذر حتى عن حاجات مش غلطك. بس مع الوقت بتكتشف انك الوحيد اللي بيعمل كده، ان الناس مش بس مش مقدرين، ده كمان بتستغلك. ليه الناس فعلا مش بتحترم الطيب؟ السبب مش ان الطيبة وحشة، السبب ان الطيبة من غير حدود بتبان ضعف. الطيبة اللي من غير حدود بتقول للناس اعمل اللي انت عايزه، مش هعارضك. الطيبة اللي بتخلي الناس تعدي حدودها هي الطيبة اللي بتخليهم يقولوا ده مش بيزعل، نضغط عليه شوية. الطيبة من غير كلمة لا، بتخلي الناس تفتكر انك ملكش شخصية. الناس بطبيعتها ما بتحترمش اللي دايما بيتنازل. فكر في موقف حصل معاك كنت فيه طيب بزيادة والناس ما قدروش ده. ايه اللي حصل وازاي شعرت وقتها؟ الفرق الكبير بين الطيبة والسذاجة فيه خيط رفيع جدا بين انك تكون انسان طيب وانك تكون انسان ساذج. الطيب بيقدم الخير بس ما بيسمحش بالاذى. الطيب بيقول حاضر بس لما يكون راضي ومقتنع. الطيب بيسامح بس ما بينساش يتعلم من غلطه. اما الساذج فهو اللي بيقنع نفسه ان الناس كلها نضاف وانهم هيتغيروا لو انا كويس معاهم، وإن التضحية بتخلي الناس تحبك أكتر. بس الحقيقة في ناس كل ما تديهم يطلبوا أكتر، وكل ما تسامحهم يقل احترامهم. إزاي تبقى طيب والناس تحترمك بجد؟ واحد، قول لأ بدون خوف. مفيش حاجة اسمها لازم أوافق عشان ما أزعلش حد. لما تقول لأ بتحميه وبتخلي الناس تقدر وقتك وحدودك. متردش بسرعة لما حد يطلب منك حاجة، خد وقتك وفكر. الناس بتحترم اللي قراراته محسوبة مش المتسرع. ثلاثة، افرض حدود واضحة. أنا مش بسمح لحد يعلي صوته عليا. أنا ما بقبلش طلبات فجأة في وقت مش مناسب. الكلام ده مش قلة ذوق، ده احترام لنفسك. أربعة، اختار طيبتك بإيدك. ما تكونش طيب لأنك خايف ولا لأنك عايز رضا الناس. كن طيب لأنك قررت تكون كده بس بطريقتك. خمسة، ما تبررش كتير. كل ما تشرح وتفسر أكتر من اللازم كل ما الناس تحس إنك ضعيف أو خايف. الكاريزما مش أسوأ، الكاريزما وعي. مش لازم تبقى قاسي عشان تفرض احترامك، بس لازم تكون واعي. الطيبة الواعية كاريزما، الصمت في الوقت الصح قوة، الرفض المهذب ثقة، السمعة المحترمة سلاح. خلي طيبتك اختيار مش نقطة ضعف. خلي الناس تحترمك مش تستغلك. الناس مش بتحترم الطيبة المطلقة، لكنها بتحترم الطيبة الواثقة اللي بتفرض حدود وبتقول لا لما تستحق. لو كنت واحد من الناس اللي شايف نفسه طيب لكن بيتعب من كتر الاستغلال، اكتب لي في الكومنتات. الفيديو الجاي يكون عن، واختار موضوع يهمك نبدأ نشتغل عليه. متنساش تشترك وتفعل الجرس لأن اللي جاي هيخليك أقوى.